لا بس انا الحمد لله على فكره انا متحمل مسؤوليه نفسي، يعني مش شاب مثلا يعني عايش حياتي على والدي ووالدتي والحاجات دي، لا بالعكس. احلى حاجه عندي في البيت ان في نقاش، انت بتعملي كده انت ممكن تاخد تدي وبعدين معاهم في الكلام. الميتال ده مش هو خلاص حياتنا مفيش غيره، احنا لينا كلياتنا ولينا اهدافنا وفتره وهتعدي من حياتنا وخلاص. طب نرمين، وانت كمان يعني بنت، فبيبقى الخوف العائلي اضعاف لما يكون ولد يعني، لانه هو ممكن يشوفوا انه ده ممكن يؤذيكي من حيث السمعه والشكل، اذا اتكلمنا عن الادانه المسبقه ممن يفهمون خطأ يعني. كمان عائلتك ما قالتلكيش ما تخليكي طبيعيه زيك زي زميلاتك؟ بسمعها كتير بس مش بالعافيه، مش تقولي لا ما تلبسيش كده تاني، هي تقولي لو لبستي كده هيبقى احلى وان انا لو قالت لي مثلا لا مش هتنزلي كده ممكن من وراها انزل ومش عارفه، لكن بعرفها انا رايحه فين، ومثلا اروح مع اختي، اروح مع حد يوصلني، حد يبقى معايا تبقى عارفه انا مع مين وبعمل لا إيه. يعني هم حتى لو في ثقه فيكي، لكن ممكن تكون ما فيش ثقه في نظره المجتمع، يعني ما بيقولكيش انه ده ممكن. ما بقى دي بتبقى مسؤوليه عليا انا عارفه انا بعمل ايه وايه الغلط وايه الصح وايه اللي هيبوظ صورتي قدام الناس كده يعني، في مخ بيفكر. ما هو عشان هي بس عشان زي حاجه طالعه على السطح، فباين ان هي كلها يعني ان هي طيب كلها يا زعيم كلها دوشه. لا والله زعيم ولا حاجه، بس عشان الناس ايه ما يفتكروش في منظمه. زعيم الميتال في مصر. يعني انت انا عاوز اقول لهم يعني يا ناس يا عسل يا حلوين يعني جربوا الناس، فاهم؟ جربوا اسمع وشوف، والله وحش خلاص يبقى وحش، مش عاجبك خلاص سيب غيرك يسمع، فاهم؟ بس عاوز تخش فيلم فلاني بتاع خالد يوسف، خش، شايفه ان هو فيه اباحيات ما تخشوش، نفس الشيء الموسيقى، عاوز تخش الفيلم ده مش عاوز تخش الفيلم. بتسمع تامر حسني وبيسمعوا عمرو دياب، ممكن تلاقي واحد بيكره تامر حسني وبيحب عمرو دياب او العكس. دي نفس الموضوع يعني، هي نفس الحوار، ودي موسيقى وفن في الاول والاخر، فاهم؟ بس انت ما بتحبش، انت بتقول ما احبش مثلا ام كلثوم بتضايقني. مش بتضايقني، انا ما بحبش حاجه بطيئه كده، حتى في الموسيقى الميتا دي ما بسمعش حاجات بطيئه واقعد نايم وبتاع، فاهم؟ لازم حاجه اكتيفيتي شويه، فاهم؟ يعني حاجه تحركني لقدام، على فكره على حسب المود برضه، ساعات بس انا مودي واحد على طول عامه، عايزه حاجه وانا بشتغل تخليني هايبر نشيطه كده. هو الميوزك دي عامله زي المخدرات، ممكن بتشوفي كل ما يناسب يعني عامله زي بالظبط، صدقوني زي السينما، انت بتطلع من فيلم اكشن سخنان، بتطلع من فيلم رومانسي عاوز تبص مراتك، بتطلع من فيلم مش عارف ايه عاوز تروح تنام. وانت بتطلع من الميتال ايه بقى حالتك بتبقى عامله ازاي؟ بطلع بفكر فيها باور، وافكر اشوف انا هعمل ايه بكره في اللي ورايا، بس هو ده اللي انا بعمله. بسمع مزيكا مش عارف سايق العربيه مش عارف اعمل ايه، اسمع اركز اشوف هعمل ايه بكره، فاهم قصدي؟ عادي يعني باور فاهم؟ لما تحبوا تعملوا حفلات في الجبل او حاجه، ما بيوافقوش وبيلموكوا، يعني بيعملوها قضيه امنيه. هو ما بيبقاش جبل، ده بتبقى يعني لما بتاخدها بعيد يعني في الصحراء، اسمها هي محميه، بتبقى محميه يعني، فاهم؟ محميه طبيعيه، فاهم؟ زي ما بيقولوا، فاهم؟ وادي دجله مش عارف فين عادي، هي اصلا بتبقى هو سبب معين على فكره ان احنا بنعملها في حتت بعيده، يعني زي ما قلت لحضرتك كده الميوزك بتبقى تقيله على الود، بيبقى فيها دوشه عاليه عشان ما ناذيش، تطلع على الجبل في اي حته بعيده، مش لازم الجبل مع حاجه محدده يعني. بس مكان بيبقى فيه ناس برضه يعني، في عمار، هو في عمار بس بيبقى بعيد عن الناس شويه، ما ناذيش حد بالميوزك، لو حد بيتضايق من الدوشه ما نخلوش يضايق وما الصوت ما يعلاش، فاهم يعني؟ اللي هو بيبقى بعيد عن الناس شويه. بس طب ما هي بعيد ده بتساهم في الفهم الخطا، زي ما هيقول بتاع الامن اللي هو يقول لك بنات واولاد مع بعض وبعيد. لا مش لازم بعيد عن الناس، يعني في حته بعيد عن الناس تماما، يعني حته مثلا في الصحراء بعيد على طريق اسكندريه الصحراوي مثلا، مش حتت كده. خلاص احنا بننهي على وعد انه يبقى في نحاول نعمل مواجهه مع من يختلفون معكم، ربما يكون عندهم تحفظات، مواجهه هادئه ايضا، وانتوا قلتوا كل اللي عندكم. في حاجه تانية عايزين تقولوها؟ اللي هو بس الميتال هي موسيقى مش اكتر، وملهاش اي علاقه بعبده الشيطان. وانا عاوز اقول حاجه، ان الواحد يلعب جيتار ولا يلعب هوايه احسن ما يقعد يتفرج على النت على فيلم بورن. وبدل ان هو ما في مهاجمات بقى وعبده شيطان ومش عارف ايه، خشوا وافهمونا يعني اتكلموا معانا وفهموا دماغنا ماشيه. طيب خشوا وافهمونا واتكلموا معانا. كلام كريم احنا اهو حققناه لك، بس لو في تعقيبات على كل ده، يعني احنا ما يهمناش انه يبقى فيه ما يمكن ان احنا نسميه جلد لكم دون ان نفهم ايه اللي في دماغكم يعني. خلاص احنا سمعناكم، وان شاء الله يبقى في مواجهه مع من يختلفون معكم.
أغلبية الحفلات بتتلغي علشان المشاكل اللي بتحصل، لأن كل الناس بتقول إن هي ممارسة لعبادة الشيطان. في كذا حفلة اتعملت في مصر، بس المشكلة ان اللي عملوها يعني كانوا للأسف يعني ناس مجانين شوية، كان فيها شوية كفر وشوية حاجات اوفر، دم وحاجات زي كده، يعني بيذبحوا قطط وحاجات غريبة كده بتحصل تمام جوه الحفلة، بتعمل في صحراء وحتت غريبة. طبعا الناس دي حاجة تانية، الناس دي ناس مهيبرة شوية، مجنونة.